بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم بقى النهارده بيتزا خطيره خطيره. شايفين العجينه هشه ازاي؟ ما شاء الله. المقادير هكتبها لكم في اول تعليق كلها. نص الدقيق ميه، ممكن تشيلي شويه من الميه وتحطي بدلهم لبن. كيس خميرة فورية، الكلام ده على كيلو وربع دقيق. كيس خميرة فورية، ذرة ملح، ذرة سكر، 5 معالق زيت، بس كده. وتعجني العجينة لحد ما ايدك تعملها زي ما انت شايفاها كده، وتبقى لينة في ايدك زي ما انت شايفة. ما شاء الله، عجينة مضمونة بنسبة 100%. اللهم بارك، وبألف هنا وشفا. حلوة جدا. شايفين هشة ازاي؟ انا خدت منها واحدة وعملتها، بس بوريكي الطريقة هشة ازاي. هتدهني معاكي الصاج بتاعك او الصينية ايا كان، هتدهنيه معاكي حاجة بسيطة جدا من الزيت، حاجة بسيطة خالص يعني. وبعدين تبططي زي ما انت شايفة كده، بططي العجينة. وبعدين تروحي جاية بعد ما تبططيها، افردي معاكي العجينة وانت بتبططيها، عشان دي بيتزا مش فطير. افردي وانتي بتبططي، هتبقى خطيرة معاكي وسهلة جدا. لو ما عندكيش لبن، نص الدقيق مية، وتروحي جايبة بعد نص الدقيق مية كيس خميرة فورية، وذرة ملح، ذرة سكر، 3 معالق زيت، بس. عملتي بيتزا اللهم بارك. عملتي احلى عجينة تفضل عندك في التلاجة، تعملي في اي وقت. مع دخلة المدارس هتعملي بيتزا خطيرة. وممكن تعمليها ميني كمان، باي حشو عندك بقى. عندك جبنة، عندك اي حاجة، تجيبي شوكة كده وتخرميها معاكي، دي بتديلها سوا حلوة قوي قوي، وبتخليها ما تنفش معاكي. دي بقى الخلطة السحرية بتاعتي. الخلطة السحرية بتاعتي ان انا جبت حوالي 6 7 طماطمات، وضربتهم في الخلاط، وبعدين سبكتهم، عملت صلصة، وبعدين حطيت عليهم معلقتين جبنة. اي جبنة عندك، جبنة بقى فيتا، جبنة تلاجة، اي حاجة، اي جبنة حادقة، اي جبنة عندك، بس جبنة تكون فيها حدوقية شوية زي الفيتا والتلاجة كده، تمام. بعد ما بتعملي الجبنة على الصلصة، تقلبيهم كويس جدا الجبنة في الصلصة، ودي هتبقى الحشوة بتاعتك من فوق. لو هي لوحدها بس بتدي طعم مع العجينة تحفة. وقطعت طماطمية، وكان عندي لحمة مفرومة، وعملت بيتزا. مش لازم يكون عندك مقادير كتير عشان تعمليها، ممكن تعمليها عشاء للولاد، ممكن تعمليها في المدارس بدل السندوتشات. خطيرة خطيرة خطيرة. بمكونين 2 بس عملت بيتزا، طماطم ولحمه مفرومه. ما عملتش اي حاجه، ولا بقى امكانيات كتير، ولا موتزاريلا، ولا اي حاجه من الحاجات دي. بقى عايزه تعمليها كده، كل بيت وحسب ظروفه وحسب امكانياته. انا بصراحه ما كانش عندي الحاجات دي متوفره دلوقتي، فالولاد قالوا لي عايزين ناكل بيتزا، فقلت لا، نعمل قوام باي مقادير من عندك. الست الشاطره لازم باي مقادير تعمل كل حاجه. عملت واحده واتنين وتلاته، انا الكيلو وربع عملت بيهم 4 بيتزات. ما شاء الله، 4 بيتزات. وشوفي بتكلفة قليلة جدا. كان عندي شوية لحمة مفرومة في التلاجة، كان عندي كام طماطمية عملت منهم صلصة، وهنعمل الكاتشب سوا كمان. يعني ما اشتريناش اي حاجة من بره، ولا مواد حافظة بقى، ولا اي حاجة. يعني لو انت عملتيها وحطيتيها للولاد في لانش بوكس، هتبقى حاجة خطيرة جدا للمدارس. بيتزا المدارس موفرة جدا جدا، وبأقل امكانيات من عندك من البيت، بدل ما الولاد يشتروا من بره وقرص وحاجات، وتجيبي حاجات مش مفيدة. وفي نفس الوقت برضو لازم نعمل حاجة اقتصادية على قد ظروفنا، وكل واحد على قد ظروفه. اللي عايز يعمل اكتر ويحط حشوات اكتر يعمل. انا عن نفسي لما باجي اعمل بيتزا دي بحشوات كتير، بعمل سجق مرة ارمي منه شوية في التلاجة. التالتة هي معانا زي ما انتوا شايفين، حطيتها هي زي ما انتوا شايفين، بس طماطم قليلة، حطيت لحمة مفرومة، حطيت تحت الصلصة، على الصلصة حطيت معلقتين جبنة فيتا. اي جبنه عندك بقى، عبورلاند، رودز، اي جبنه، جبنه تلاجة حادقه، جبنه من اسطنبولي قديمه، اي حاجه. ما شاء الله، شايفين تحفه وطريه خالص، طريه خالص، اللهم بارك، حاجه خطيره. والله بجد معلش، عفوا على الحركه دي، من كتر ان هي طريه، بجد طريه وبتشير كده معايا. عملت معاكم كمان بقى، هعمل معاكم الكاتشب بيها، ودتها في حته تانية. الكاتشب بتاعتي سهله جدا وبسيطه خالص. هنجيب معانا مع البيتزا، شايفين الكاتشب، شايفين اللمعه بتاعتها، شايفين السمك بتاعها، مظبوطه والله، ولا هاينز، ما شاء الله، تحفه. احلى من هاينز كمان. انا جبت الكاتشب معانا، عملت ايه؟ جبت 4 طماطمات وحطيتهم في ميه دافيه لمده 5 دقايق، وبعدين جبت الطماطم وقشرتها. قشرت الطماطم، وبعدين ضربتها في الكبة او في الخلاط، وصفيتها من اللي فيها. حطيت معلقتين خل خام، وبعد الخل معلقتين سكر، ورحت جايبه كوبايه فيها نص كوبايه ميه، عليها معلقه نشا، وقلبتها كويس جدا.
ومعلقه النشا تتقلب في الميه كويس، وتروح جايه حطاها على على الصلصه، وبس كده، وسيبيهم مع بعض، وذره ملح كمان علشان الحمض اللي في الصلصه. تمام. حطيت زي ما قلت لكم معلقتين خل، معلقتين سكر، معلقه نشا في نص كوبايه ميه، وهي دي طريقتنا. وبصل باودر لو عندك، توم باودر ما عندكيش مفيش اي مشكله. انا ما حطيتش والله، وطلعت خطيره المره دي احسن ما بحط. بجد بجد باقل امكانيات الست الشاطره تقدر تعمل كل حاجه واي حاجه. انتي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. صلي على النبي كده، وجيبي اي حاجه عندك في التلاجة وابدأي اعمليها معايا، وبالهنا والشفا. التالتة دي بقى خطيرة وطالعة طرية وجوسي وتحفة، والله بألف هنا وشفا للي هيعملها. اعمليها وقوليلي في الكومنتات لو عجبك الطريقة بأقل المقادير، سهلة جدا. ما تنسينيش في اللايك والشير. اللهم صل وسلم